ولأن على قلوب أقفالها في خطاب بيؤصل للعنف، بيروج للعنف، بينشر العنف، بيذيع العنف، زي ما في خطاب معتدل، لكن الخطاب العنيف تأثيره أعلى أقوى، وبتوه وسطه أي خطابات ذات أفكار تبدو معتدلة. ده طبعا لأنه محتاجين كمان نعرف تعبير الاعتدال. لكن خلينا نروح إلى جولة من تلك المقولات والفتاوى والآراء اللي بتطلق لترويج للعنف وتأسيس العنف وتأصيل العنف ليل نهار. خلينا كده في أول فيديو. لا إكراه في الدين، نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نعم، لكن بشرط ألا تدخل دين الإسلام. أنت حر وأنت بره، أنت حر. أن من دخل الإسلام طواعية ليس قسرا، لا يحل له أن يرتد عن الإسلام، فإن فعل ذلك فحكمه القتل. سيدنا خالد لما أمر بقتل مالك بن نويرة أمر بفصل رأسه، قال افصلوا رأسه، فقطعوا رأسه. فسيدنا خالد يعني عمل إجراء لإرهاب المرتدين اللي هم فارين هنا وهناك. المفارقة هنا الحقيقة في الصرامة الشديدة والفخامة الأشد والضخامة الصوتية الأشد في الدعوة للقتل. لاحظ حتى هو وعموما حتى لو اتسع الفيديو عن ذلك يعني لن يحدثنا أن حكم الردة أو حد الردة فيه اختلاف وليس فيه رأي قاطع ولا في حتى ما يؤيده من القرآن الكريم. إنما لا، إزاي هو يقول رأيا واحدا مؤكدا منتهيا محسوما متى انتهى إلى القتل. هو أهم حاجة بالنسبة له القتل 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 دي، ويقول لك من شاء فليؤمن لا إكراه، كل ده تمام بس مش هتخش الإسلام. غير انك انت كده يبقى انت حر في الحريه، انت كمان يعني لو غير المسلم كمان هندخل في حريته. يعني مفارقات غريبه تقف عندها وعلامات مهمه جدا في تعظيم فكره القتل. وقبل القتل الحكم على الاخر. والعنف بيجي منين؟ من ان انا بدعي ان انا امتلك الحقيقه كامله فما اقولش اراء مختلفه عن ارائي. الحاجه الثانيه ولا حتى ناشي. والحاجه الثانيه اولا ده اول خطوه. الحاجة الثانية ان انا افرض هذا الرأي على الاخرين ولا يستطيعون تغييره او مناقشته، ثم اعاقبهم ان لم يؤمنوا بهذا الرأي فيقتل اي مختلف او معارض، ويبقى الحكم فضفاض واسع والغرض الوصول للحظة القتل. زي ما مالك بن نويرة ما يقولش ابدا في اللحظة يقول لك ده لإرهاب الأعداء، قطع راسه عنقه لإرهاب المرتدين. ده مين؟ خالد بن الوليد. سيبك ان خالد بن الوليد رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عايز يقتله مقابل المشهد ده، يعني كان عايز ينفذ فيه حد القصاص، وهو اعتبر انه قتل مسلم، وابو بكر الصديق هو اللي اول وعفى عنه. عشان كده عمر بن الخطاب بعد كده بيطيح بزعامة أو قيادة خالد بن الوليد للجيش لأنه كان مختلف مع هذه الآراء، ومن اللحظة الأولى كان رأيه أن ده قتل. لكن كمان اختلاف ونتناقش فيه، لكن كمان يقول أن خالد بن الوليد قطع رأسه. دي رواية برضو يعني لابد من تحقيقها، لكن في المحصلة قطع الرأس دي عشان يرهب المرتدين. قال لا، طب ليه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما قطعش رؤوس الكفار لإرهاب الكفار المشركين؟ ليه لم نجد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعلق رؤوس الناس على الأعمدة أو على النخل لإرهاب المشركين؟ مين قال إن ده إرهاب للمشركين أو إرهاب للمرتدين؟ والإرهاب نفسه هنا بالقتل وسفك الدماء والوحشية، هل تفتكر ده؟ هل تظن ذلك؟ هل فعله نبيك؟ تعالوا نشوف فيديو تاني.
الكافر يقاتل ويقتل. اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام لو جاء واعتذر، هل من حق الحاكم أن يقبل هذا؟ الجواب أنه لا يجوز لأحد قط أن يقبل هذا. نقتله. قال لك ده تاب، برضه نقتله. قال لك ده تاب برضه نقتله. ازاي ده تاب نقتله؟ لله. يبقى انت عايز تقتل، يعني هو الغرض انك عايز تقتل، بصرف النظر كمان احنا نناقشه نجادله، نختلف معاه، نحذره، ننذره، نتكلم حوار معاه، نضع كل ما يقوله من افكار موضع الراي والراي الاخر وتبادل. لا لا لا، سيبك ده كله، ده كلام. ده قال لك ده لو تاب يتقتل عادي. برضو الولع بالقتل، في ولع بالقتل، مش بان الناس تتوب، مش بان الناس حتى تتخلى عن افكار هو يراها متطرفه او هو يراها خاطئه او حتى هو يراها كافره. هو ما عندوش رغبه ان الناس تتراجع عما يراه كفرا او يراه رده او يراه مساسا بالدين، بقدر ما هو عنده رغبه شديده في ان انا اقتلهم. نشوف الفيديو الثالث. رجعت للكلام ده في حوالي 14 إمام من أئمة أهل السنة. لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذكر، ولذا فعليه أن يعلن توبته، وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءا لفتنته حتى لا يستفحل الأمر. إذا قام شاب غيور وقال لي كما جاءني بعض الناس واتصلوا بي على النت وغيرها من خلال الاتصالات عبر الهاتف، منهم من يقول لي هل يحل لي أن أقتل باسم يوسف أو فلان لميس أو عمرو فلان أو فلان أو فلان؟ فقلت له ليس الآن. مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند. اللي احنا قلناهم او سمعناهم ده مش بينتموا لداعش ولا اعضاء في القاعده، المشايخ دول بالمناسبه هؤلاء بيقولوا على نفسهم اسلام وسطي، اللي بيقولوا منظومه القتل دي كلها، واللي يبيحوا القتل، وبعضهم رقيق طبعا. يعني الحمد لله سمح بانه يعني لو ما تابش يتسجن او يقتل. الحمد لله الراجل ده سمح بالتوبه، كان قبله ما سمحش. وبعدين الثاني قال لك يقتل بس يعني ليس الان. كل دول هؤلاء السلفيون، مش فكره متطرفين في داعش ولا ائمه شرعيين للقاعده اطلاقا. ده العقل الاسلامي الراهن السلفي لا شيء اخر. نشوف الفيديو ده كمان. الأصل في هذه الأمور إنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي. عن الأصل الإنسان يقاتل فيقتل، إنما عشان يفجر نفسه هذا لابد أن الجماعة هي التي ترى إنها في حاجة إلى هذا الأمر. أرض فتحت بالسيف والقلوب فتحت بالدعوة. يعني بس القتل سهل يعني، بس شو لكم جماعه توافق. دي الفكره، بس نشوف جماعه توافق. وطبعا فتحت الارض فتحت بالسيف، وانا موافق الحقيقه، موافق على اللي قال وجد غنيم انه الارض فتحت بالسيف، وده كلام حقيقي واقع اصله.
القلوب فتحت بقى بالود وبالحب، وده موضوع تاني. إنما إحنا قصاد مشهد من فاصل وقطاع واسع وعريض من المشايخ الذين لا ينتمون إلى تنظيمات دينية معلوم إنها إرهابية أو قاعدة أو داعش، ومع ذلك كل ما يقولونه وينطقون به إنما يصب في التطرف والإرهاب، بل أسوأ من داعش وأسوأ من القاعدة. مش بقول لكم جذور العنف، مرويات العنف، تعظيم القتل، الولع بسفك الدماء؟ خلينا نطلع فاصل قصير، وهستقبل في الاستوديو ضيفنا الثاني لحلقة الليلة من مختلف عليه. لأن أخطر ما في ظاهرة الإرهاب ليس الرصاص ولا القنابل، بل الفكرة التي تسبقهما، فإن النظر إلى داعش وأشباهها باعتبارها أصل المشكلة هو تبسيط مخل، بل هروب من مواجهة الجذور الحقيقية. فالتنظيم المسلح ليس سوى النتيجة النهائية لسلسلة طويلة من التراكمات الفكرية والفقهية والتربوية التي تزرع بهدوء داخل ما يسمى بالخطاب الوسطي، ذلك الخطاب الذي يبدو في ظاهره معتدلا لكنه في باطنه يحتفظ بكل الشروط اللازمة لإنتاج العنف، وربما يعيد إنتاجه بصورة أكثر خطورة لأنه مغلف بالشرعية والقبول الاجتماعي. المعضلة تبدأ من لحظة تعريف الحقيقة، حين يقدم الدين باعتباره حزمة مغلقة من الأحكام القطعية التي لا تقبل النقاش، وحين يمنح بعض الأفراد سلطة الحديث باسم هذه الحقيقة المطلقة، فإن الباب يفتح مباشرة أمام أول درجات العنف، إقصاء الآخر، لأن من يمتلك الحقيقة الكاملة لا يرى في المختلف معه سوى خطأ يجب تصحيحه أو خطر يجب إزالته. وهنا يتحول الخلاف من كونه ظاهرة إنسانية طبيعية إلى جريمة فكرية، ومن ثم إلى جريمة وجودية. في هذه اللحظة تحديدا يعاد تشكيل المفاهيم. الردة لا تطرح كقضية فقهية فيها اختلاف تاريخي واسع، بل تقدم كحكم نهائي محسوم، عقوبته القتل. لا يقال إن القرآن لم ينص صراحة على عقوبة دنيوية للمرتد، ولا يفتح باب النقاش حول سياقات الروايات التاريخية، بل يختزل كل ذلك في جملة حاسمة: يقتل. هذه الحدة في الطرح ليست بريئة، بل تؤسس لعقل يرى القتل حلا طبيعيا ومشروعا، بل واجبا. ثم تأتي المفارقة الأخطر، يقال لا إكراه في الدين، لكن هذا الشعار يفرغ من محتواه عمليا، فحرية الدخول إلى الدين متاحة، أما الخروج منه فمحظور بالعقوبة القصوى. هنا لا نكون أمام حرية دينية، بل أمام نظام احتجاز فكري مغلق يشبه في بنيته السجون أكثر مما يشبه الإيمان. وهذا التناقض لا يعالج، بل يمرر بوصفه من المسلمات، فيتربى الوعي على قبول التناقض، وهو شرط أساسي لتقبل العنف لاحقا. ولا يقف الأمر عند حدود المرتد، بل يتوسع ليشمل الساب والمخالف والناقد. وهنا تظهر درجة أعلى من التطرف، ليس فقط القتل عقوبة، بل القتل حتى في حالة التوبة. الفكرة لم تعد حماية المجتمع أو ردع الجريمة، بل أصبحت ولعا بالعقاب ذاته، كأن الهدف ليس أن يتغير الإنسان، بل أن يمحى. هذه النقلة من الإصلاح إلى الإبادة هي أخطر ما في الخطاب، لأنها تحول الدين من مشروع هداية إلى منظومة تصفية. والأخطر أن هذا الطرح لا يأتي دائما في صورة مباشرة صريحة. أحيانا يقال للشباب المتحمس: ليس الآن، جملة تبدو حذرة، لكنها في الحقيقة تبقي الفكرة حية وتؤجل التنفيذ فقط. هي ليست رفضا للعنف، بل إدارة لتوقيته. وهنا يتم تمرير أخطر رسالة: القتل مشروع، لكن له ظرفا مناسبا. هذه المنطقة الرمادية هي التي تنتج الذئاب المنفردة لاحقا، لأنها تعطي شرعية نفسية للفعل حتى لو لم تعطي إذنا مباشرا. ثم يأتي استدعاء التاريخ، حيث تنتقى وقائع معينة وتقدم باعتبارها نماذج يحتذى بها دون تمحيص كاف أو قراءة نقدية. قصص عن قتل وقطع رؤوس تروى بوصفها حزما وردعا، بينما يتم تجاهل السياقات المعقدة أو الروايات الأخرى أو حتى المواقف المخالفة داخل نفس التراث. بهذا الشكل يتحول التاريخ من مجال للفهم إلى مخزن للشرعنة.
كل فعل عنيف في الحاضر يجد له سلفا في الماضي ولو عبر تأويل قسري، وفي مقابل ذلك يغيب النموذج النبوي الذي لم يعرف عنه تعليق الرؤوس ولا صناعة الرعب كوسيلة دعوية. هذا الغياب ليس صدفة، بل نتيجة انتقائية واعية تفضل النماذج التي تبرر العنف على تلك التي تقيده. وهكذا يعاد تشكيل الوعي الديني، بحيث يرى في الشدة فضيلة، وفي القسوة قوة، وفي الرحمة ضعفا. ولا يمكن تجاهل فكرة التنظيم هنا، حيث يعاد تعريف العنف ليصبح مقبولا إذا صدر عن جماعة أو ولي أمر. الفرد يمنع، لكن الجماعة تمنح الشرعية، وكأن المشكلة ليست في الفعل نفسه، بل في الجهة التي تقوم به. هذه النقلة خطيرة، لأنها لا تنكر العنف، بل تؤسس له بشكل مؤسسي. وهنا نجد الجسر الذي يربط بين الخطاب الدعوي والتنظيمات المسلحة. كلاهما يقبل الفكرة ويختلف فقط